تخيل عندك محل الزبون يدخل يتفرج على المنتج وبعدها يطلع من غير ما يشتري. نفس السيناريو بيحصل على موقعك، الزوار بيدخلوا ويخرجوا من غير ما يعملوا اي خطوة مفيدة، والسبب موقعك مش معمول عشان يبيع. في الفيديو ده هقول لك ازاي تبني سيلز فانل ناجحة يحول اي زائر لعميل يدفع، وركز معايا جدا لان هقول لك سر اخر الفيديو. السيلز فانل هو المسار اللي العميل بيمشي فيه من اول ما يدخل موقعك لحد ما يشتري منك. طب ايه اللي بيخلي السيلز فانل بتاعتي ناجحة؟ رقم واحد، صفحة هبوط او لاندنج بيج تخطف الانتباه. لازم يكون عندك صفحة مخصصة لكل عرض او منتج، مش بس الصفحة الرئيسية. ركز على عنوان قوي وواضح يخلي الزائر يعرف ايه قيمة الحاجة اللي هياخدها. رقم اتنين، عرض مغري او ليد ماجنت. ادي الزائر سبب يخليه يكمل معاك، زي خصم او كتاب الكتروني او حتى استشارة مجانية. كل ما العرض كان قوي كل ما هتجمع بيانات عملاء اكتر. رقم ثلاثة، اعمل كول تو اكشن واضح وصريح. لازم زرار احجز الان او جرب مجانا يكون ظاهر وواضح جدا. خلي رسالة مباشرة زي ابدأ الان، العرض لفترة محدودة. رقم أربعة، المتابعة، الفولو اب سيستم. اكتر من 80% من الزوار مش بيشتروا من اول زيارة. استخدم ايميلات تذكيرية، اعلانات اعادة الاستهداف، ريتارجتنج، وعروض خاصة للزوار اللي ما كملوش الشراء. رقم خمسة وده السر، تبسيط عملية الشراء. لو عندك اكتر من منتج لازم يكون عند العميل تجربة تصفح سلسة بحيث يلاقي اللي بيدور عليه بسهولة. لكن لو بتبيع منتج واحد بس، افضل طريقة هي انك تاخد العميل مباشرة على صفحة التشيك اوت او صفحة الدفع، بدون تشتيت، بدون اي زراير زيادة، مجرد خطوة واحدة تفصله عن الشراء. كل ما قللت المشتتات زادت احتمالية انه يكمل عملية الشراء اسرع واسهل. موقعك مش كتالوج منتجات، موقعك لازم يكون آلة مبيعات بتحول اي زائر لعميل حقيقي. طبق الخطوات دي وهتشوف فرق رهيب في المبيعات على موقعك. لو عندك موقع وعاوز تطوره اكتر سيب لي تعليق وانا هساعدك. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد.